السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال واحسن صحة. ورجعت لكم في فيديو جديد ومفيد كالعادة. النهاردة هنتكلم على بعض النقط المهمة اللي لازم ناخد بالنا منها كويس جدا في تربية السلاحف، او بمعنى اصح اساسيات التربية السليمة في المنزل للسلاحف البرية. ايه هي الاساسيات يا طنط نانا؟ طبعا كلنا عارفينها مبدئيا كده: وجود الشمس، ثانيا وجود بيت مخصص فيه رملة وتربة زراعية وسيراميكا مقلوبة وأكل متنوع زي ما حضراتكم شايفين. هل ده كفاية يا طنط نانا؟ لا طبعا مش كفاية. طب ليه يا طنط نانا؟ عشان أنا اما طلعت فوق السطح كنت بأكل السلاحف، لقيت ببص على ايدي انا، طبعا درجة الحرارة غير عادية، فانا اما كنت ببص على ايدي انا لقيت ايدي اسودت جدا، اتحرقت من الشمس بمجرد ان انا بطلع اكل السلاحف واقدم لهم الوجبة بتاعة الفطار بتاعتهم، واقعد معاهم شوية وارجع تاني اطلع لهم شوية بعد العصر عشان برضو اتابع حد كل، حد عيان، حد في حاجة اتابعهم، واللي عايز ياخد علاج اديله. ومجرد ان انا بطلع لهم هنقول مثلا 4 ساعات في اليوم، ساعتين الصبح وساعتين بعد العصر، ولقيت ابتدت ايدي فعلا لونها يغمق جدا وبشرتي اتأثرت. فانا قلت طب ده حصل فيا انا امال في السلاحف هيحصل ايه؟ فاوتوماتيك على طول رحت نقلاهم تحت في المسقط. اوكي، قبل بقى ما ندخل على الفيديو بتاعنا هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وعلى اصحابه وسلم، ونذكر الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. زي ما حضراتكم شايفين كده المسقط برضو في شمس، بس أهون بكتير من السطح ومن البلكونة. في شمس وفي هوا وفي جزء ظل وجزء شمس وسيراميك وكل حاجة. أنا طبعا لسه ما وضبطوش، لسه يعني هديله لمسات الإيه الأخيرة كده، بس أنا نزلت لهم الأساسيات اللي هي التربة والمخبأ والسيراميك. بعد كده بقى ايه اللمسة الجمالية دي بتاعت حضراتكم يعني او بتاعتي انا، فلسه بقى هحط لهم بقى شوية لمسات كده، عشان طبعا انا بحب اما اقعد معاهم يكون المنظر لذيذ ولطيف. هنا طبعا دي زقزوقة طبعا عشان بتتعالج من الديدان، فانا طبعا فصلاها بس حطاها في الشمس معاهم عشان تحس بالامان برضو وتتعود على المكان وكده. هنقول بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. زي ما حضراتكم شايفين كده بسم الله ما شاء الله، دي وجبة الفطار بتاعتهم. طبعا في كتير بيشتكولي وبيقولوا لي السلاحف بتاكل وتروح تنام وما بتقومش الا لما احنا اللي بنقومها يعني. ده عادي وطبيعي يا جماعة، السلاحف بيحصل لها خمول صيفي زي البيت الشتوي بالظبط. لان السلاحف، هرجع واقول تاني للي اول مرة يشوف قناتي او مش عارف المعلومة دي، السلاحف من ذوات الدم البارد، فبتكتسب درجة حرارة جسمها من الجو المحيط ليها، سواء درجة حرارة أو درجة برودة. لو درجة الحرارة عالية السلاحف تفضل نايمة، وأحيانا كتير بتدفن نفسها تحت التراب عشان ترطب الصدفة بتاعتها وما تكونش سخنة. واحيانا في الشتاء لما برضو بتكون درجة البرودة عالية برضو بتفضل نايمة وبتعمل بيات شتوي، وده عادي وطبيعي خالص. هنا طبعا ده مقطع تاني من الفيديو. هنا طبعا السلاحف الفأس كنت حطاهم مع بعضهم كده ومنوعه لهم، وده طبعا الذكر اللي عنده ضيق في التنفس برضو حطاه لوحده عشان ما يعديش بقية السلاحف. فانا بحب اصورهم وبعد كده بجمع لكم الفيديوهات واقول لكم المعلومات اللي انا ببقى عايزة اضيفها لحضراتكم. المهم الخلاصة من الفيديو بتاعنا النهاردة ان احنا مش كفاية ان احنا نجهز كل حاجة للسلحفة، مش كفاية ان انا احط لها اكل متنوع وهي ما تاكلش واقول لا انا عملت اللي عليا، لا ابدا، احنا لازم نجرب. يعني انا عملت لهم بيت في البلكونة الاول وكان ممتاز ورائع وكل حاجة، وحصل فيه البيض وفقس وبسم الله ما شاء الله، معنى كده ان درجة الحرارة ودرجة الرطوبة كانت ممتازة فيه. بس طبعا لما السلاحف كترت عندي البلكونة طبعا هتبقى ضيقة فمش هينفع، ففكرت في بيت السطح ان انا اعمل البيت الكبير الخشب، وفعلا كان ناجح وتحفة وكل حاجة. بس لما لقيت درجة الحرارة عالية جدا خفت على السلاحف بتاعتي فنقلتهم تحت في المسقط. يعني القصد ان احنا نعمل اللي السلاحف طالباه وكل حاجة، بس في نفس الوقت نشوف هل اللي احنا عملناه ده
مناسب للسلحفة ولا لا. مش معنى ان انا عملت لهم بيت وخصصت وبيدخلوا شمس وعامله لهم سيراميك ومخبأ يبقى انا كده عملت اللي عليا وخلاص. لا طبعا، انا سبق وقلت اللي بيعشق السلاحف هو اللي هيقدر يتعامل معاهم ويقدر يفهم هم محتاجين ايه، يعني من نظرته ليهم هيقدر يفهم هم محتاجين ايه. برضو مش كفاية ان انا انوع للسلحفة الاكل وهي ما تاكلش، لا انا برضو بحاول معاها مرة واتنين وعشرة وعشرين. السلاحف عايزة طولة بال وعايزة صبر، وكمان نعرف السلحفة بتحب ايه. ما انا ممكن الاكل اللي انا منوعاه للسلحفة ده ما تحبوش، والاسم ان انا نوعت لها، وكمان ممكن احطها قدام الاكل وتسيبه وتدخل تنام واقول طب هي اللي مش عايزة تاكل. لا، انا بعرض عليها الاكل مرة واتنين وتلاتة واكتر من مرة. بغير لها في الاكل كل شويه، بغير لهم في الاكل. بشوف مثلا في سلطه ما بتحبش الجزر، بعمل ايه؟ بتحب الخيار، بزود في الخيار واقلل في الجزر. بتحب الخس، بتحب الكابوتشا، بزود في الكابوتشا والخس واقلل النوع التاني اللي انا هديهولها. بس لازم التنويع. ليه؟ السلحفاه عندها حاسه شم قويه، فلما تشم الاكل مع بعضه هتشم ريحه الجزر وريحه الخيار وريحه الكوسه وريحه الجرجير، ريحه الملوخيه. مره مع مره هتبتدي اوتوماتيك تاكل. وانا عندي السلاحف اهو زي ما حضراتكم شايفين، بحط لهم جزر، بحط لهم كوسه، بحط لهم خيار، بحط لهم ملوخيه، جرجير، اي حاجه بحطها بياكلوها. ممكن يرفضوا، بعض السلاحف ممكن ترفض كبداية، بس طبعا مع الوقت ومع التكرار السلحفة اوتوماتيك بتتعود على الاكل. طيب السلاحف امتى بيكون عندها فترة نشاط يا طنط نانا؟ في موسم التزاوج بس. طب موسم التزاوج امتى؟ لما الجو بيبقى معتدل مع بداية موسم الربيع. بيبتدي موسم الربيع، موسم التزاوج بيبتدي في موسم الربيع وبيفضل مستمر في الصيف. اوكي. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يعني في واحدة قالت لي ان السلحفة باضت عندها في الشتاء، في شهر 12، اخر 12 كده. بس للاسف البيض ما فقس، لان طبعا بيبقى محتاج درجة حرارة معينة ودرجة رطوبة معينة. فسبحان الله على حسب طبيعة كل سلحفة. في سلاحف بتبيض ابتداء من شهر 3، ممكن قبل ممكن بعد، الله أعلم. ممكن السلحفة تبيض البيض كله مرة واحدة، ممكن السلحفة تبيض بيضة واحدة وبعدها ب10 أيام تبيض بيضة تانية، بعدها بأسبوعين تبيض بيضة تالتة، الله أعلم. كل سلحفة وليها طبيعتها. ممكن السلحفة تبيض البيض كله مرة واحدة والسلاحف ما تفقس مرة واحدة، سبحان الله برضو. المهم ان احنا اهم حاجة التجربة. التجربة خير دليل. ممكن احنا نقرأ وناخد معلومات عن السلاحف وكل حاجة، بس طبعا لما بنربيها بنكتسب خبرة اكتر ومعرفة اكتر. مثلا زي موضوع الديدان، سوري ان انا هتكلم فيه، انا عارفة الموضوع ده بيزعج ناس كتير، بس طبعا موضوع مهم ولازم نتكلم فيه. طبعا انا من البداية كنت بقول نعمل فحص بالموبايل لحمام السلاحف، لو لقينا فيه حاجات بتتحرك نعرف ان عندها ديدان. طبعا لما جالي اكتر من حالة للديدان وانا ابتديت اعالجها، اكتشفت للأسف الشديد ان الحمام مش كفاية انه يثبت ان السلحفة عندها ديدان. ممكن السلحفة يكون عندها ديدان داخلية في معدتها وبتعمل حمام ما فيهوش اي ديدان خالص، وبعد كده بنكتشف ان السلحفة عندها ديدان. طب ايه اللي يعرفنا يا طنط نانا ان السلحفة عندها ديدان، وخصوصا لو عندنا سلاحف تانية عشان ما يتعدوش؟ انسب حاجة ناخد عينة من البراز بتاعتها ونروح نحللها ونشوف السلحفة دي عندها ديدان او ما عندهاش ديدان. لان للاسف زي ما قلت لحضراتكم السلاحف اللي جات لي وصحابها كانوا مأكدين عليا ان عندها ديدان. في سلاحف عملت اول ما جت وفي سلاحف ما عملتش، فاوكي. فالموضوع ده مهم جدا جدا عشان ما نأذيش بقية السلاحف. طب الديدان مؤذية يا طنط نانا؟ اه طبعا الديدان مؤذية، ولو ما اتعالجتش في البداية بتطول، وممكن للأسف الشديد تاخد الجرعة وبرضه تفضل تنزل ديدان. انا طبعا عاملة اكتر من فيديو وشرح اكتر من حالة، شرح حالات كمان عملي، واللهم لك الف حمد والف شكر. الحالات خفوا وبقوا كويسين، والدليل على كده ان انا حطاهم مع بقية السلاحف في نفس المكان، ان هم خفوا وبقوا كويسين. طبعا لوزة وزقزوقة، لا لوزة وبندوقة وزقزوقة المصري دي لسه بتتعالج. اوكي.
فالتجربة خير دليل. اللي عايزة اقوله لكم من الفيديو، مش كفاية ان احنا نوفر للسلحفة، كل حاجة لازم نشوف الحاجات اللي احنا موفرينها دي هل مناسبة ولا مش مناسبة، عشان خاطري تقول في السلاحف. اللي قد تربية السلاحف يربي، واللي مش قد التربية يا ريت ما يربيش، عشان السلاحف روح وهنتحاسب عليها. مش عارفين ايه اللي هيدخلنا الجنة وايه اللي هيدخلنا النار. اللي قد التربية يربي، واللي مش قد التربية يا ريت ما يربيش. بحبكم في الله. إذا عشت وكان لي عمر انتظروني في فيديو جديد. سلام عليكم.